اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل فيديوهاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. فيديو النهارده برودكت حلو قوي ومشهور، طلع الفتره اللي فاتت وكسر الدنيا، مخمريه التشيز كيك. طبعا مفيش حد ما طلعش اتكلم عنها وقال رايه، فطبعا ما كانش لازم يعني اسكت عن برودكت نازل كده، كان لازم طبعا اجربه واقول لكم رايي فيه بكل صراحه. اسمه واتسونز لاف ماي سكين تشيز كيك. طبعا شايفين شكل اصلا قطعه التشيز كيك مغريه جدا، فضلا عن اللون التحفه اللي ورا ده اللي هو اصلا لون المخمريه. فهي شكلها اجمالا للي ما جربش هينبهر جدا جدا انه يجيبها ويجربها زي ما حصل معايا. فانا جبتها واشتريتها، وبصراحه عجبتني جدا جدا. الشكل بتاعها اصلا من بره حلو قوي ومغري كده للتجربه. نفتح بقى نشوف الدنيا فيها ايه جوه. بيبقى فيه غطا تاني حلو جدا برضو الغطا ده علشان يحافظ على المخمريه ان هي تنشف من جوه. بقى جيلي ايس كريم، مش مخمريه كريم ولا فازلين ولا الكلام ده، لا دي جيلي ايس كريم، حاجه كده شكلها بصراحه تتاكل اكل يعني. تعالوا بقى نجرب اللون بتاعها الخطير ده. اول ما تفتحوا هتشوفوا اللون الاحمر الجميل اللي كله جليتر ده. الجليتر ده بقى هو اللي بيبقى على بشرتنا بعد ما بعد ما بنطبق المخمريه على بشرتنا بالطريقه دي كده. اول ما بدهنها على ايدي كده بتاخد اللون الاحمر ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بنلاقي ان السكين تشرب المخمريه وخد اللون الحلو ده، اللون اللي هو الاحمر ده، وكمان الجليتر بيبقى ثابت على البشره زي ما حضراتكم شايفين. مش عارفه الكاميرا جايبه بالظبط الشايني اللي موجود من الجليتر ولا لا، بس فعلا بتبقى البشره شايني جدا وناعمه وجميله قوي. عايزه اقول لكم كمان ريحتها حلوه قوي، يعني ريحه شوجر كده. اللي بيحب ريحه الشوجر دي هتعجبه قوي قوي المخمريه دي بقى. بتحسي ان انت طول الوقت كده شامه ريحه، مش عارفة، شامة ريحة حاجة حلوة، ريحة فانيليا، ريحة يعني حاجة تشيز كيك كده فعلا من اسمها يعني. فاللي بيحب البرفيومز الشوجر هيعجبه جدا جدا المخمرية دي، لان هي كمان اصلا البرفيومز الشوجر دي طالعة ترندي جدا. بنات كتير قوي بتدور على الحاجات دي دلوقتي، طالعة الحاجات المسكرة دي هي الترندي دلوقتي، وهي الحاجات اللي بتبقى لذيذة قوي كمان والعرايس بيفضلوها. بصوا اللون جميل ازاي بجد. عايزه اقول لكم كاميرا ظالمه اللون، انا مش موريكم كمان اللون بالظبط. بصوا الجمال، عامله زي الجيلي كده. هاخد كمان تاني اهو، انا بحاول اطبقها لكم كذا مره عشان فعلا الكاميرا ظلموها، مش جايباها بالظبط ولا مبينه لمعه الجليتر اللي انا شايفاها. الجمال ده بقى بيبقى ثابت معانا طول النهار، ريحته شكله، وبتبقى البشره ناعمه جدا. يعني كمان ده بقى لو استعملتوه على كعوب الرجلين بقى وعلى الكوع وكده، عايزه اقول لكم بجد بتبقى يعني البشره بتلمع كده وشايني قوي. تمام. فانا رايي فيها ان هي حلوه جدا بصراحه، لذيذه قوي وريحتها ترندي وحلوه، وبنات كتيره قوي هتحب الريحه دي. فحلوه يعني. انا بصراحه رايي فيها تستاهل بصراحه الضجه اللي عملتها اول ما نزلت. جربوها بقى ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم بقى مخمريه التشيز كيك ما تنسوش تكتبولي في الكومنتس رايكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. باي باي.